السلام عليكم. بصراحة أنا كأهلاوي عجباني صفقات جون إدوارد للزمالك الموسم الحالي، يعني زي ما قلنا شبيه رافينيا، مين ما يعرفش إخوان ألفين يا جماعة. وزي ما شكرنا في صفقة طبعا شيكو بانزا وقلنا شبيه شيكابالا على نفس الوزن والقافية. النهاردة صفقة جديدة لنادي الزمالك اللي هو طبعا الكيني الظهير الأيمن بارون أوشوبينج. القصة والحوار في البداية، أهلا بكم في قناة تحليلاتكم، شرفونا بالاشتراك في القناة، فعلوا إشعارات الكل علشان يوصلكم كل جديد. طبعا النهاردة يا جماعة صحينا على خبر حلو لجماهير نادي الزمالك، وهو قدوم اللاعب الكيني، طبعا الظهير الأيمن الكيني الصاعد الواحد، عنده 19 سنة، إمكانيات جبارة في الجبهة اليمين، طبعا بارون أوشوبينج. إيه القصة يا جماعة؟ القصة إن اللاعب ده يا جماعة نادي الزمالك تعاقد معاه وأرسل الأوراق بتاعة التعاقد رسميا إلى اللاعب. اللاعب موافق للانضمام لنادي الزمالك، تم الاتفاق على جميع التفاصيل، سواء مدة التعاقد اللي هي 5 سنوات، سواء القيمة المالية اللي يتقاضاها طبعا اللاعب. ولكن في مشكلة واجهت نادي الزمالك، زي ما احنا عارفين الدوري بدأ في مصر، طبعا دوري نايل طبعا بدأ في مصر، فبالتالي باب القيد بتاع الانتقالات الصيفية تم إغلاقه. ففي الحالة دي هل الفيفا هتوافق على انضمام بارون أوشوبينج إلى نادي الزمالك على سبيل طبعا إدراجه تحت السن؟ فبالتالي نادي الزمالك يحق ليه إن هو يتعاقد مع اللاعب ومن ثم يشارك طبعا في صفوف النادي الأول لكرة القدم نادي الزمالك، ولا الاتحاد الدولي فيفا هيرفض طبعا انضمام اللاعب؟ في التالي هيبقى قدام الزمالك حل واحد فقط، اللي هو الانتظار لفترة القيد الشتوية اللي هي في شهر يناير. عامة اللاعب وصل نادي الزمالك، وصل القاهرة النهاردة، أجرى الفحوصات الطبية والكشوفات الطبية من أجل طبعا التوقيع رسميا وإعلان نادي الزمالك رسميا عن انضمام طبعا بارون أوشوبينج الظهير الأيمن الكيني، طبعا الصاعد الواعد. عامة زي ما قلنا في بداية الفيديو في المقدمة يا جماعة، الزمالك السنة دي مع جون إدوارد عامل عظمة في الأداء. ما تستنوش مثلا نجم اللي هو نقول عليه واو مثلا ده احنا جبنا فلان جبنا، لا، هيجيب لك صفقات مغمورة محدش سمع عنها قبل كده، ولكن في الملعب أداء عظمة. شفنا زي ما قلنا يا جماعة اخوان ألفينا البرازيلي، برازيلي أصلي مش زي برونو سافيو اللي احنا جبناه. زي ما فضلنا ننزل نكات ومش عارف ايه والكلام ده، برونو سافيو تحسه طبعا جاي بيلعب يعني شيف مثلا شاورما، لا هو برازيلي، لا شفنا وشومات، لا شفنا حلق، لا شفنا كده، تحس ان هو شيف شاورما صح. اما بالنسبه للبرازيلي اخوان ألفينيا وشومات ومش عارف ايه، شبيه رافينيا طبعا البرازيلي. فاداء عظمه، مهاري، تسديدات، اختراقات. يعني المباراه اللي فاتت صنع هدف وسجل هدف بمهاره عاليه جدا جدا جدا. الدكتور علاء صادق طلع يبكس فيه شويه وقال لك ايه الهدف اللي جابه عمله بيرسيتاو قبل كده 4 مرات ومش عارف ايه. طب وايه يعني؟ ما اكيد لما عملوا بيرسيتاو يا استاذ يا دكتور علاء صادق اكيد كنت فرحان بيه وبنهلل. انا عن نفسي كنت فرحان وبهلل، فمش معنى ان هو عملوا بيرسيتاو يبقى حاجه طبيعيه او حاجه ملهاش لازمه، لا، عملوا بيرسيتاو واشدنا ببيرسيتاو، ودلوقتي عملوا اخوان ألفينا، اكيد طبعا لازم نشيد باخوان ألفينا. وشفنا شيكو بانزا طبعا، ولما قلنا ان هو الزمالك تعاقد معاه في الفتره دي في الاسبوع نفسه كان شيكابالا اعلن الاعتزال طبعا رسميا عن نادي الزمالك، فبالتالي قلنا انضمام شيكو بانزا ان شاء الله يكون تعويض لشيكابالا. ده يا جماعه بخصوص طبعا الصفقه الجديده واللاعب الجديد لنادي الزمالك بارون أوشوبينج في صفوف نادي الزمالك. في النهايه ما تنسوش الاشتراك في القناه، فعلوا اشعارات الكل علشان يوصلكم كل جديد. كان معكم قناه تحليلاتكم، السلام عليكم.